بيراميدز يقسو على الاهلي، ويقسو على ريبيرو، ويقسو على جمهور الاهلي اللي بحييه وبكن له كل الاحترام والتقدير، اللي حضر ماتش النهارده. ما كانش يستحق اللي شافه، ما كانش يستحق ان هو يشوف فرقته بالشكل الهزيل ده، ما كانش يستحق ان هو يشوف مدرب شبح قاعد على الخط بره مش عارف يتصرف ومش عارف، شايف فرقته لا تقدم اي شيء في اي شيء ولا يحرك ساكن. ريبيرو اللي مضى على ورق استقالته واستمارة 6 النهارده عند جمهور الاهلي. ريبيرو المدرب اللي مفيش اي حد في الدنيا عارف من جماهير الاهلي هو مسك ليه، ومسك في توقيت يمكن مفيش اي مدرب في الشرق الاوسط وفي افريقيا كان يحلم ان هو يمسك فرقه بحجم الاهلي في التوقيت ده قبل كاس العالم للانديه. فيا حظك ويا جمالك ويا سعدك ويا هناك يا عم ريبيرو. الراجل افتقد لكل حاجه في فكر المدربين وتكتيك المدربين وقراءته للماتش والحاله النفسيه والبدنيه والذهنيه اللي ظهر عليها لعيبه الاهلي النهارده. انا مش هحمل ريبيرو المسؤوليه، هو كده كده شايل وكده كده مش هيكمل مع الاهلي. ولكن نيجي لعيبه الاهلي اللي اتصرف عليها ملايين عشان تيجي، اللعيبه النجوم، اللعيبه اللي انا النهارده في لعيبه كده وفي سكوادات في بعض الفرق وزي الجيل الذهبي للاهلي كنا بنتكلم نقول عليه ايه؟ نقول والله العظيم انا لو جبت مدرب من الشارع، لو انا دخلت ادرب فرقه زي دي هتكسب. الاهلي عنده ده النهارده يا جماعه، الاهلي عنده ده النهارده، وخصوصا في الجانب الهجومي. الاهلي يمتلك كتيبه اعدام يا جماعه، كتيبه اعدام. لو جبنا اي واحد بيفهم كوره ب2 جنيه ونص هيعرف يطلع من اللعيبه دي احسن اداء واحسن نتائج. لكن اللي بيحصل واللي ظاهر ان اللعيبه دي مش معده نفسيا بالشكل المناسب، اللعيبه دي مش متوظفه صح في الملعب، اللعيبه دي مش واخده الثقه الكفايه والدوافع الكفايه انها تأدي في الملعب. في حاجه غلط. طب ايه الحاجه الغلط يا عم حسام؟ اقول لك. انت النهارده لعبت فرقه متوازنه بنسبه 150%، 150%، ويوريتيتش كان عارف ان النهارده فوزه امام رقبته، او بمعنى اصح بقى خروجه من بيراميدز، استقالته من بيراميدز. فالراجل قرا وحفظ مميزات وعيوب المنافس. عيوب المنافس اللي هي ايه؟ الاهلي عيوبه ايه يا جماعه؟ الاهلي عنده مشاكل في الخط الخلفي، في الاربع لعيبه بتوع الخط الخلفي، واللعيب نمره 6. هقول لك لعيب نمره 6 في ايه؟ تقول لي ايه ده يا حسام؟ انت بتتكلم على ديانج؟ هو ديانج فيه مشكله؟ اقول لك والله ديانج عنده مشكله كبيره جدا مقارنه باللي المفروض يعمله في مركزه. اقول لك استنى عليها واحده بس هشرح لك. النادي الاهلي بيلعب من غير باك شمال، النادي الاهلي تقريبا بيلعب من غير باك يمين، تقريبا انتوا عارفين وانا عارف من غير ما اخش في تفاصيل. محمد هاني بيلعب ماتش و23 ماتش لا. طيب السرد باكات بتاعت الاهلي سرد باكات مش تقيله، سرد باكات مش واقفه على رجليها. السرد باك اللي عندنا لو عنده ميزه في حاجه ففي عيبين 3 عنده كمان معاه. باختصار شديد كواليتي اللعيبه المدافعين اللي عندنا لا ترتقي للكواليتي اللعيب المدافع اللي المفروض يمثل او يلعب اساسي في دفاع النادي الاهلي. ده لو انت هتقارن بالكواليتي اللي الاهلي جايبه في الهجوم، المفروض يبقى فيه كواليتي برضو في المدافعين في الدفاع، لكن لا يقارن. فانت عندك خلل من جميع النواحي. عندك واحد بيلعب ناحيه الشمال بيمينه مش بشماله، فالجبهه ميته هجوميا واحيانا دفاعيا. احيانا احنا شفنا الاهلي، لعيبه الاهلي في الجون الثاني اقماع، اشباح بتتفرج على الكوره وكانهم بيتفرجوا على جون بلاي ستيشن. كوره من اليمين للشمال، من الشمال على اقصى اليمين، بتتغير يمين وشمال ومفيش اي تغطيه. مفيش اي لعيب قرا ان الكره تيجي من يمين الملعب لشمال الملعب وقدم خطوتين. ده هاني كان بيتمشى يا راجل، ده هاني الكره بتتعرض من يمين لشمال الملعب هاني كان بيتمشى. الراجل ثبتها وزق الكوره ورفع عينه وهوب عمل الناحيه الثانيه، وكريم فؤاد الناحيه الثانيه بيتمشى، والراجل طلع بدماغه لعبها للكارتي والكارتي ولا كأن مع حد، مفيش عش وحطها. فانت بتتكلم في اشباح، انت بتتكلم في اقماع. قيس بقى على ده ان الراجل ريبيرو حالف 30 يمين و30 طلاق ان هو لازم يطلع الكره من تحت. يا عم ريبيرو مفيش امكانيات تطلعك يا حبيبي. يا حبيبي الخصم ضاغط عليك بلعيب وليد الكارتي في نص الملعب، مهند لاشين، بلاتي توريه، احمد عاطف قطه اللي هو اصلا نص ملعب، فيستون مايلي المهاجم الدبابه، امكانيات جسديه ممتازه، وايفرتون اللعيب البرازيلي المايسترو اللي بيلعب ناحيه الشمال. فانت مخنوق، انت مصمم على ايه؟ انت مش عارف تجاري الناس دي. الراجل يوريتيتش ارى عيوبك وارى الفكر اللي انت بتلعب بيه الفاسد، انت مصمم عليه لحد الدقيقه 90 وانت مش عارف تنفذه. ما تغيره، ما عندكش اللعيبه اللي تطبق فكرك، ما تغيره.
الفكر اللي انت بتتكلم عليه ان الكره تطلع من تحت محتاجه واحد نمره 6 في نص الملعب، حريف فنان عنده رؤيه، بيلعب اللونج باص، بيلعب الشورت باص في العمق، مش ورا، مش على الاطراف على الجناب، او يرجع الكره ورا. اليو ديانج في النقطه دي يا جماعه لا يصلح. الناس هتطلع تشتمني وتجيب، والله العظيم اليو ديانج في نقطه التسليم والاستلام وان هو ينقل الملعب كراجل مايسترو بيلعب اللونج باص للاظهره او للمهاجم، او يلعب، احنا كنا بنشوف مروان عطيه يا جماعه بيلعب بوش رجله الخارجي سروهات بتودي جوان، بيغير الملعب بلونج باص لبن شرقي او للجناح اليمين ايا كان طاهر ولا مين اللي بيلعب، بيجيب جوان بيحطه في اماكن خطيره في الملعب. احنا شفنا الكلام ده النهارده من ديانج؟ لا. ديانج بتاع ايه؟ ديانج بتاع الماتشات مش المتقفله، لان هو لعيب على الارض ما تاخدش منه احلى باص، الكره ما تطلعش منه احلى حاجه. انا لو بلعب جناح او بلعب في نص ملعب قدام ديانج مش هحب ان الكره تجيلي من ديانج، احب الكره تجيلي من مروان عطيه مثلا، راجل عنده الشورت باص وعنده الكواليتي في الشورت باص والكره في رجليه سهله وحلوه. فانا النهارده ابقى عارف امكانيات لعيبتي ايه. ديانج عايز ماتشات مش مقفوله، عايز ماتشات مفتوحه عشان يقدر يعمل المرتدات ويقدر يبقى فيه مساحات ويقدر يتحرك بالكره ويعمل الانطلاقات الحلوه اللي بيعملها. الراجل قطيع كور من الدرجه الاولى ما انكرش، ولكن النهارده اصطدم بثلاثه في نص الملعب عوتليه مش قادر يعمل معاهم حاجه الراجل لوحده، خصوصا ان محمد علي بن رمضان ظاهر ان الاصابه مأثره عليه بشكل كبير جدا ومع ذلك ما خرجش من الملعب. وبعدين يا عم ريبيرو انت مصمم على اللي انت بتعمله كل ماتش. ايه ده الشوط الاول خلص؟ لا تعالى يا بن شرقي بقى كده بالله عليك اخرج لي يابا والنبي عشان انا مزنوق، انا داخل فيها جون ومعروف ان التغيير الاول اللي انا بغيره هو بن شرقي. تعالى يا بن شرقي. انا مش قصدي ان بن شرقي كان حلو احسن واحد في الدنيا، ولكن الراجل ده عنده من الكواليتي والكفاءه ان هو في اي لحظه من لحظات الماتش يا اما يودي لعيب انفراد بجون يا اما يخلص هو بجون. واحد يقول لي هو خرج بن شرقي، طب يعني هو زيزو كان حلو؟ لا. هو تريزيجيه كان جميل؟ لا. هو محمد شريف كان بيطلع نار من بقه؟ لا. هو جراديشار اللي نزل مكانه عمل حاجه؟ والله ولا شفناه غير في نص الملعب وهو بيستلم ويسلم بيحاول يخرج بالكره مع اللي بيخرجوا من الكره بيعافروا ورا. وكأن نص الملعب بتاع الاهلي اتقسم نصين، نص ورا بيجاهد في الصحراء لوحده والنص الثاني بيرجع على مهله وبيرتد على مهله وفاقد الحميه وفاقد الشغف وفاقدين كل حاجه في الكوره، وكأنهم عايزين ريبيرو يمشي ويغور من وشهم. طب انت فكرت يا ريبيرو بدل ما تطلع بن شرقي تلعب بن شرقي شادو سترايكر زي ما نزلت جراديشار كده ولعبت 4-4-2؟ طب ما كان ممكن تقلب الطريقه وتحولها 4-4-2 وتدخل بن شرقي مهاجم تاني. وبالمناسبه كان بيلعب بن شرقي في المركز ده كذا مره وكان بيلعبها في المغرب، راجل رجليه عجون كويسه وبيعرف يلعب وحريف وكان ممكن يلعب. غير، اقلب التكتيك، مش لازم نفس الاقماع هي اللي تغيرها هي اللي تنزلها في نفس المكان في نفس الزمان. انت عملت ايه؟ انت غيرت في ايه في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني احنا ما شطناش شوطه توحد ربنا على الجول. عندنا كميه مواقف وطرائف يا جماعه في خط الظهر جباره خصوصا لما العش وبيكهام لعبوا جنب بعض واحمد رضا نزل كره جايه له عاليه في نص الملعب لوحده بيعملها بدماغه كده بيخرجها في التماس. ايه يا جماعه اللي كان بيحصل ده؟ ايه يا اخوانا الضحك والهراء اللي احنا شفناه ده؟ احيي يوروتيتش بصراحه ان هو راجل قرا الماتش وكان راجل واقعي، نزل بثلاثه لعيبه في نص الملعب فوعليه زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، لاشين توريه الكارتي، قفل على الاهلي مصدر قوته في نص الملعب اللي هو بن رمضان، ما خلاهوش يتنفس ولا هو وزيزو، وفي نفس الوقت نفذ الضغط العالي من قدام وقدر ان هو يغلط استرد باكات. ولولا التوفيق لعيبه بيراميدز اللي قدام ما كانوش في يومهم الحقيقي كان بيراميدز خرج بسكور وفضيحه كبيره جدا للاهلي الماتش ده. الفوز ده خلى بيراميدز وصل لنقطه 7 ويقرب اكتر واكتر من المنافسه والعوده للمسار الصحيح. الاهلي توقف عند رصيد 4 نقاط، ولازم المسؤولين في نادي الاهلي يا جماعه في مجلس الاداره يتدخلوا ويتداركوا الامر عشان نلحق الموسم، عشان بالمنظر اللي احنا شايفينه ده الاهلي ممكن لو فضل مكمل مع ريبيرو، لو فضل الاهلي مكمل مع ريبيرو بقولها للمره الثانيه الاهلي هيفقد بطولات كتير السيزون ده، وفي الاخر برضه ريبيرو هيمشي. الراجل ده يا جماعه مفلس فكريا وتكتيكيا، الراجل ده يا جماعه مفلس نفسيا مع اللعيبه سواء الاحتياطي اللي بينزلوا من بره او اللي بيلعبوا. حاله المدرب يا جماعه بتنعكس على اللعيب في الملعب. الناس اللي لعبت كوره فاهمه الكلام اللي انا بقوله ده كويس قوي. المدرب بتاعك حالته النفسيه والدوافع اللي بيقدمها للعيبه بتنعكس على اللعيبه في الملعب. احنا مش شايفين اي حميه من اللعيبه، مش شايفين حاله ذهنيه وحاله بدنيه كويسه من اللعيبه. ف وقتك يا ريبيرو انتهى، لازم
مسؤولين النادي الاهلي ومجلس الاداره يتدخلوا دلوقتي وعماد النحاس يكمل. ومش عارف ليه عماد النحاس ما كملش من البدايه. يا ريت كان عماد النحاس كان كمل حتى في كاس عالم وكمل مع الفرقه دلوقتي، كان زماننا شفنا الراجل ده حاكم قبضته على الفرقه والفرقه وصلت لمستوى كويس جدا معاه. اتمنى اشوف عماد النحاس بيكمل لحد ما نشوف مدرب يستحق ان هو يمسك المجموعه دي من اللعيبه. ومع اقرب فرصه في يناير، مع اقرب فرصه في يناير يتعمل كده كونسولتو لخط الظهر بتاع الاهلي بالكامل، عمليه تفوير واعداد وتجديد، باك ليفت، باك رايت، سرد باكات، احلال وتجديد، احلال وتجديد. ما هو حرام الفلوس اللي اتصرفت قدام واحنا مبوظينها ورا. والله العظيم حرام. وعزيزي المشاهد، اشكرك شكرا جزيلا لو وصلت معايا في المشاهده لحد دلوقتي. فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات، وانزل حالا اعمل لايك للفيديو دعما لاخوك وحبيبك عشان يستمر في تقديم المحتوى. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم.